قرية الكذابين. كان في قديم الزمان قرية نائية تقع على سفح جبل. امتاز أهل القرية بالكذب وشهادة الزور. في يوم من الأيام ضلت فتاة الطريقة وأصبحت تسير هائمة لعلها تصل إلى قريتها. إلى أن وصلت لهذه القرية راحت تسأل من هم فيها عن من يدلها على القرية التي جاءت منها. لم يعرف أحدا القرية ولا بلد التي جاءت منها الفتاة، حتى صادفها رجل وسيم فقال لها: على الأرجح أنت تائهة وقد لا تستطيعين العودة إلى البلد التي جئت منها، لما لا تتزوجين ويكون بيتك وقريتك الجديدة وبدل أن تستمرين بالبحث دون جدوى. وافقت الفتاة على الزواج من هذا الرجل، وبعد أن تزوج اكتشفت أنه متزوج ولديه أطفال من زوجته الأولى، وقد تزوجها سرا كي لا تعلم بذلك. رغم الصدمة لكنها اضطرت للبقاء معه، فالفتاة ليس لها مأوى غير هذا البيت. وفي يوم من الأيام علمت الزوجة الأولى بزواج الزوج عليها، وقالت: إما أن تطلقني أو تطلقها. فأصبح بين خيارين وأنكر زواجه منها وقال: هذه تكذب، لم أتزوجها ولا أعرف من تكون. صدمت الفتاة مرة أخرى من كذب الزوج وذهبت للقاضي كي تشتكيه بعد أن تنصل عنها وطردها من المنزل، وأصبحت مشردة من جديد. فنادى القاضي على الزوج وسأله: هل تعرف هذه الفتاة؟ فأجاب: لا يا سيدي. رد القاضي: هل لك شهود؟ فقال: أصدقائي وهم في الخارج. نادى القاضي الشهود فشهدوا زورا لصالح الزوج. القاضي في قرارة نفسه كان يشك بصدق الزوج والشهود، فسأل الفتاة: هل لك من شهود؟ فردت الفتاة: لا يا سيدي، الله هو الشاهد على ما حل بي. تعاطف القاضي معها رغم أن الأدلة في القضية ليست بصالح المسكينة، فسألها: هل لكم كلاب في المنزل التي كنت فيه؟ فقالت: نعم، يوجد كلبان للحراسة. فنادى القاضي الحراس: خذوا الفتاة إلى المنزل ودعوها تدخل وترجع للمحكمة. فعل الحراس ذلك، وعندما جيء بالفتاة سأل القاضي الحراس: هل كلاب المنزل كانت تنبع على الزوجة حين دخولها المنزل أم لا؟ فأجاب الحراس: لا يا سيدي. فحكم القاضي لصالح الزوجة قائلا: الكلاب لا تهاجم أصحابها، فأنت صاحبة هذا المنزل وزوجك يكذب. خرجت الزوجة من عند القاضي وقالت: البلد الذي يكذب فيه البشر ويصدق فيه الكلاب غير صالح للحياة. فقررت الرحيل وعادت تجوب الطرقات بحثا عن قريتها من جديد.